السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك للأهلي، مبروك لأفريقيا. الأهلي هو ممثل أفريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مبروك للتخطيط، مبروك للشطرنج، مبروك لكولر، مبروك للعبقري، مبروك للشجاعة ومبروك للإصرار. أهلا يا قفشة، أهلا يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا قفشة. جيت في وقتك يا قفشة، مستنيك أنا بقالي 2.5 سنين. جيت في وقتك يا قفشة. هو ده قفشة، قفشة رجع. القضية ممكن، هو قفشة القضية ممكن. وإمتى؟ 88 في الدقيقة 88. هدف من أغلى وأصعب الأوقات اللي في الدنيا، هدف في الدقيقة 88. فاضل على الماتش دقيقتين غير الوقت بدل الضايع. هدف مركب، شوطين في شوطة، قضيتين في قضية. ايه الجمال ده يا قفشة؟ قفشة حطها العارضة ردتها، لا لا تعاليلي تعاليلي. بيكلم الكورة الراجل ده، بيكلم الكورة يا ناس. الكرة راحت في العارضة قال لها تعاليلي، جات له حطها، يلا بقى مع السلامة. ايه الجمال ده يا قفشة؟ الله اكبر عليك يا ابني، الله اكبر. الجول فيه اصرار غير طبيعي من قفشة. على فكرة قفشة كان لسه نازل في الدقيقة 64، والجول في الدقيقة 88. في الوقت القصير ده شايط 3 كور على الجول. في الوقت القصير قوي ده شايط 3 كور على الجول. الاهلي في 90 دقيقة ما شاطش 3 كور تانيين. تخيلوا؟ يعني قفشة شاط اكتر من كل زمايله. اول واحدة كانت لازم تيجي جول، عدت جنب القايم على طول. انما الجول فيه اصرار السنين، فيه اصرار 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 من قفشة. واحد من اغلى واهم واغنى اهداف الكرة المصرية، 2 مليون دولار. جول قفشة ده ب2 مليون دولار. عارفين يعني ايه 2 مليون دولار؟ من فضل الله. جول قفشة من فضل الله 2 مليون دولار. فكرتنا يا قفشة بالذي مضى، فكرتنا ب 27 نوفمبر 2020 نهائي دوري ابطال افريقيا. هدف قفشة اخذ النادي الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا للمرة الثالثة على التوالي للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية. لثالث سنة على التوالي الأهلي بين الأربعة الكبار في العالم. من فضل الله 2021 في قطر احنا في الأربعة الأوائل طلعنا الثالث. في 2021 في 2022 في الإمارات بين الأربعة الأوائل طلعنا الثالث. ما شاء الله 2023 بين الأربعة الأوائل في المغرب. ما شاء الله، عظمة الأهلي كبيرة قوي يا ناس. يا ناس نادي مصري، نادي إفريقي لثالث مرة على التوالي بين الأربعة الكبار عالميا. حد يتكلم عن ده؟ لا، ده لازم البلد تعمل كل حتة فيها تسميها الأهلي الأهلي الأهلي. لازم البلد تشوف النادي ده شغال إزاي. ده الشغل بتاع النادي الاهلي يحسن حياة المصريين كلهم في كل حاجة، مش في الكورة بس. ما شاء الله. بس نعيد ونزيد ونكرر ونقول مع الحكام الاجانب الاهلي كسبان على طول.